قالوا ناس زمان: يا حفر حفرة السوق ما تحفر إلا على قياسك، تدور وتطيح على راسك. حكاية اليوم: الديب والقنفوت. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهاد الحكاية جيت. لكل حكاية معناها حكوها القدام يا محلاها، جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها. نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا ما كان. واحد النهار تلاقاو الديب والقنفود. يا الديب سقس القنفود وقال له: يا القنفود، شحال من حيلة عندك انت؟ قال له القنفود: عندي حيلة وحدة. وانت يا الديب شحال من حيلة عندك؟ قال له الديب: ايه، انا عندي 100 حيلة وحيلة، وانت عندك حيلة وحدة وجاي تمشي معايا. رفدو ورماه في البير وقال له: خلي حيلتك تنفعك درك وخرج من البير. قعد القنفود في البير يخمم في حيلته الوحيدة اللي يملكها، ويخمم كيفاش يخدمها باش يخرج من هذيك المصيبة اللي حطوا فيها الديب. قعد يخمم من بعد ناضي يدير في أصوات تاع الحيوانات، ويقلد في صوت البياعين والتجار اللي في السوق، ويقول: شحال هذه النعجة؟ هذه غالية يا خويا، نقص لي شوية. خلاص ديها، راهي حلال عليك. شحال سمين هاد الخروف؟ النعاج وين راهم رايحين؟ جيبهم هنا. الديب من الفوق ما فهم فيها والو، قال مع روحه: رميته في البير باش يحصل، واش راه يدير هذا؟ عيط عليه من الفوق وقال له: يا ولد الكلب، حاشاكم، واش كاين عندك كلتم؟ قال له: كل خير عندي هنا. واش راح نحكي لك واش نخلي؟ النعاج والخرفان والمعيز والدجاج، السوق راه مدود، واحد طالع والاخر مهود. كي سمعوا الديب قال: صار هكذا، انا رميته باش يحصل، وهو طاح في السوق والخيرات، وانا هو اللي اولى بالخير اللي طاح فيه. شحال من يوم ما كليت ما شميت ريحة اللحم. عيط عليه وقال له: يا صاحبي العزيز، قل لي كيفاش نجي لعندك؟ قال له القنفود: راهو مع الحاشية تاع البير كاين حبل، الصق فيه دوك يحبطك عندي، وزرب روحك، راه قريب يغلق السوق. هذاك الحبل كان مربوط بجرة في البير، كي يحبط الحبل تطلع الجرة. لصق الديب في الحبل وجا حابط بشوية، والقنفود قعد في الجرة. الديب حابط مع الحبل ويتلاقى مع القنفود طالع، حار فيه وقال له: وين بيها؟ علاش راك طالع؟ قال له القنفود: هذه هي الدنيا يا صاحبي، واحد طالع وواحد حابط. وكي خرج من البير طلع على الديب من الفوق وقال له: يا صاحبي، أنا عندي حيلة وحدة في هاد الدنيا وخرجت بها من البير، جرب انت وحدة من 100 الحيلة اللي عندك وهيا بقى على خير. وخلاص الحكاية، وحكايتي مشات من الواد للواد، يحكوها لنا الجداد ونعاودوها للأولاد والأحفاد. إن شاء الله تكون عجبتكم هاد الحكاية، وإلى اللقاء في حكاية أخرى مع كل يوم حكاية مع داليا ديزاد. سلام.